يا مساء الجمال والبهجة على كل حبايبنا مواليد برج الدلو. النهاردة الكلام كبير ومهم جدا. احنا داخلين على مرحلة فك الحظر العاطفي والإبداعي اللي بقالنا سنين مستنيينها. استعدوا يا جماعة عشان كوكب أورانوس اللي هو واحد من الحكام بتوع برجكم قرر ينقل عزاله ويروح بيتكم الخامس. وده مش مجرد تغيير عادي، ده بداية دورة جديدة هتقعد معانا 8 سنين قدام. يعني إحنا بنرسم ملامح مستقبل جديد خالص، مليان انطلاق وحرية وتجديد في كل تفصيلة. يعني كهرباء في المشاعر وانطلاقة في الإبداع وتغييرات ما كانتش تخطر على البال. البيت الخامس ده هو بيت الحب والرومانسية والأطفال والمشاريع الخاصة وحتى الهوايات اللي بنعملها بمزاج عالي. ولما أورانوس المتمرد يدخل البيت ده بوضعية التسليس المريحة مع برجكم، ده معناه إن الضغوط النفسية والكركبة اللي كانت محصرانا السنين اللي فاتت في منطقة البيت والعيلة خلاص بتلم شنطها وماشية، وبنبدأ مرحلة فيها خفة وراحة بال أكبر بكتير. لو كنتوا لسه بتدوروا على شريك حياة فاستعدوا لسيناريوهات الأفلام. أورانوس بيعشق المفاجآت، وممكن تلاقوا نفسكم فجأة وقعتوا في الحب من أول نظرة، أو انجذبتوا لشخص مختلف تماماً عن الستايل اللي بتفضلوا تتعاملوا معاه. يعني لو العادي بتاعكم هو الشخص الكول، ممكن تلاقوا نفسكم وقعتوا في غرام شخص تقليدي ونظامي جداً وتستغربوا نفسكم، أو العكس. العلاقة ممكن تبدأ بسرعة الصاروخ وتلاقوا نفسكم في أسبوعين بتخططوا لارتباط رسمي، أو بتعرفوا الطرف التاني على الأهل، لأن طاقة أورانوس سريعة ومفاجأة ومفيش فيها وقت للتردد. أما لو كنتم مرتبطين فعلياً فالملل اللي كان موجود ده هيتنسي تماماً. في روح جديدة هتدخل حياتكم، وشرارة بترجع من تاني تخليكم دايماً على سن ورمح مع شريك حياتكم، وتجددوا الرغبة في الاستمتاع بالحياة سوا. بس خلوا بالكم، أورانوس برضو في حتة تقلبات، فممكن تلاقوا نفسكم في يوم طايرين في السماء ويوم تاني في شد وجذب بسيط، وده عادي جدا مادام الطاقة العامة إيجابية ومتناغمة مع كواكب تانية قوية زي بلوتو ونبتون. الفكرة كلها في المرونة، وإننا نتقبل إن التغيير هو الحاجة الوحيدة الثابتة في الفترة دي. ونيجي بقى لمنطقة المشاريع والشغل. لو عندكم حلم تبدأوا بيزنس خاص بيكم فدي هي اللحظة المناسبة جدا. أورانوس هيديكم أفكار خارج الصندوق تماما ومبتكرة لدرجة تخض. ممكن فجأة يجيلكم إلهام لمشروع أو فكرة محتوى تضرب وتبقى ترند وتنتشر في ثانية واحدة. الإبداع عندكم دلوقتي ملوش سقف، وممكن تلاقوا نفسكم مهتمين بحاجات عصرية جدا زي الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا المتطورة أو حتى علوم الفضاء والأبراج. أي حاجة فيها لمسة مستقبلية هتكون هي ملعبكم الأساسي اللي هتحققوا فيه نجاحات مبهرة. وبالنسبة للحبايب اللي بيفكروا في تكوين عيلة أو عندهم أطفال، ففي طاقة تغيير كبيرة هنا برضو. اللي كان رافض فكرة الخلفة تماماً ممكن فجأة يغير رأيه 180 درجة ويحس بلهفة إنه يعيش تجربة الأبوة أو الأمومة. أو ممكن يكون في أخبار عن طفل جديد جاية في الطريق بشكل مفاجئ مش مترتب له. ولو عندكم ولاد كبار فتوقعوا إنهم يمروا بمرحلة تمرد أو حب للتجربة والاختلاف، وده طبيعي جدا في الوقت ده. المهم شجعهم يعبروا عن نفسهم بصدق ونكتشف لهم مواهبهم المدفونة، لأن أورانوس لما يسيب برج أخيراً هتبتدي مرحلة تفتيح شهية وتجربة للجمال اللي جاي. الطاقة دي بجد بتدعم ثقتكم في نفسكم وبترجع ليكم الضحكة من القلب بعد فترة كانت تقيلة ومحتاجة مجهود جبار. احنا داخلين على وقت فيه بركة وتيسير في الأمور ومكاسب ممكن تيجي من غير تعب خرافي زي الأول. استمتعوا بالرحلة دي يا دلو، وافتحوا قلبكم وعقلكم لكل حاجة جديدة ومجنونة ومختلفة، لأن دي بجد بدايتكم الحقيقية للانطلاق والنجاح اللي يكسر الدنيا ويثبت للعالم كله إنكم دايماً سابقين عصركم بخطوات كبيرة. استعدوا لاستقبال المفاجآت بكل حب وشغف، وخليكم عارفين إن اللي جاي أجمل بكتير مما تتخيلوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وقولولي في الكومنتات إيه أكتر حاجة نفسكم أورانوس يغير في حياتكم الفترة الجاية؟ هل هو الحب والرومانسية ولا النجاح في الشغل والمشاريع الخاصة؟ مستنية أسمع رأيكم وتجاربكم.